المطعم ده، ومفيش مطعم يتفتح في جمهوريه مصر العربيه ابدا، عشان الشركه السعوديه اللي بتاجر منه المطاعم قالت له ما تفتحش فرع تاني في مصر. وده الكلام دوت، وكان الشريك السعودي قاعد كصبحي ما يفتحش خالص اهو. الكلام ده في عقود. فهمتني ازاي يا باشا؟ تمام. طيب القصه بقى دلوقتي، انت ناوي تعمل ايه مع العمال؟ والله انا عمال العمال هم بص ربنا فينا لغايه ما صبحي كابر يأذن رب عايز يموتهم. مش هيموتوا، هناكل عيش وهنفتح وهنشتغل اكتر. ربنا فينا. واحنا معاك، احنا في ظهرك. يا صبحي مش هتقدر تعيش حد. مفيش حد هيقفل المحل، احنا شغالين في المحل. يا صبحي مفيش حاجه هتقفل. ويا بركه اليوم دي الناس كلها رشتها. الكلام ده كله كده، ومفيش محل مش هيتقفل. وال 1600 عامل اللي بقى لهم معاك 22 سنه قاعدين. محبه الناس لصبحي دلوقتي الناس بتحبك انت. يا سيدي صلى على النبي. المحبه دي بتاعت ربنا. بص يا ريس، احنا في رمضان هو كان بيقفل ويطلع على الساحل، احنا فتحنا من اول يوم في رمضان قبضنا الناس كلها. قبضنا يا رجاله. حصل. هو بنقول له لصبحي كابر يا صبحي هنفتح ومش هنقفل، والناس هتشتغل يعني انتوا وهتاكل عيش غصب عن اي حد.